يعني خففوا بعقود شراكة معهم العمليات من 14 مليون و13 مليون وأكثر إلى 5 مليون و500 ألف ريال وإلى 6 مليون ريال. المسؤولية الكبرى علينا في الجانب الصحي تحتم علينا التفاتة كبيرة والتفاتة صادقة. يعني الآن الذي تم إلى اليوم قرابة 240 حالة زراعة كلى تنوعت، يعني في مستشفى الثورة وفي مستشفى العلوم والتكنولوجيا. الآن بدأوا في مستشفى يعني الدكتور عبد القادر المتوكل. نحن في الهيئة العامة للزكاة حريصين على شيئين: أولاً يعني نحرص بكل ما أوتينا من قوة أن تقدم خدمات ذات جودة عالية، ويلقى المريض الذي هو الفقير والمسكين خدمة تليق به وتخفف معاناته بكل احترام وبكل تقدير وبجودة عالية تنافس الخدمات التي تقدم للأغنياء وأفضل بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك السعر، حرصنا في الهيئة العامة للزكاة أن تكون هناك مبادرة من القائمين على المستشفيات، فكانت الزراعة تصل إلى 14 مليون و15 مليون. من تعاون مع الهيئة العامة للزكاة وقدم خطوات وتسهيلات، وبحمد الله اليوم يعني الأخوة الذي يقوموا بتقديم يعني التعاون منهم يتبرعوا بأكثر من النص، يعني بقرابة يعني خففوا بعقود شراكة معهم العمليات من 14 مليون و13 مليون وأكثر إلى 5 مليون و500 ألف ريال وإلى 6 مليون ريال. فيعني هنا نقول سواء للقطاع الحكومي لكم شكرنا واحترامنا وتقديرنا، ونحن سندكم وعونكم للنهوض بهذه المستشفيات ودخولها إلى الجهوزية أكثر وأكثر، وبإذن الله سنستطيع من خلال المستشفيات الحكومية عمل ثورة عظيمة في الميدان. وكذلك إخواننا أهل المستشفيات القطاع الخاص لهم منا كل الشكر والاحترام والتقدير على ما يقوموا به من تقديم يعني مبادرات طيبة ومبادرات جميلة، وهذا منجز كبير يحسب للأخوة في القائمين على المستشفيات أهل القطاع الخاص عندما يخفض لك الخدمة من 14 مليون إلى 6 مليون أو إلى 5 مليون و500. حقيقة نحن في الهيئة العامة للزكاة نقدم لهم كل كلمات الشكر والاحترام والتقدير، ونحث كل يعني القائمين على المستشفيات الذي يرعاها بعض الإخوان من القطاع الخاص أن يشجعوا مثل هذه المبادرات التي تخفف عن الفقراء والمساكين.